السلام عليكم. ايه ده انت ليكي في الكوره؟ احنا صعدنا الحمد لله. ايوه كده الفرحه حلوه. الف مبروك للمصريين كلهم. يلا بقى اكلمك على اداء المنتخب شويه، بس استنى نشرب حاجه. يا حظ بيو اهلا يا حظ. عمده، ازيك؟ وحشتنا يا ريس. اخبارك ايه؟ الحمد لله والله. عايزك تباركي له، ربنا يكرمه بسجده ان شاء الله. ربنا يبارك لك فيها يا حظ. الله يبارك فيك يا عمده. امال صديق الصمت فين؟ اتخطف يا حظ والله. ما عادش في صديق الصمت خالص. ما اعرفش عملت صديقة فيه. الصمت من هنا ورايح. ما اعرفش عملت فيه ايه يا صاحبي. وحشني والله. طب هو بخير؟ هتشربني ايه يا حظ؟ طيب انت تحب تشرب حاجه معينه يا عمده؟ هات لنا قهوه ساده. قهوه ساده. وهي قهوه على الريحه. تمام. يلا يا حظ. بيو قهوه ساده. خلي بالك من وشي بس يا حظ. بيو قهوه على الريحه على صديقة الصمت. طب يا حظ شكرا يا حظ، الله ينور حبيبي يا عليك. عمدة. طب بقول لك ايه، قول لي يا صديقة باشا. الصمت جيت لقيت عماله ماسكه علم مصر بتحتفل إن طبعا. مصر ساعدت كاس العالم. طبعا طب واحنا مش هنحتفل زيها يا حظ ولا نحتفل ايه؟ يا عمده. ما احنا عندناش نحتفل. اعلامها ولا ايه؟ لا في اعلام طب طبعا. يلا ورينا يا حظ. اجيبها لك حالا يا يلا. عمده. بيو الله عليك يا حظ. بيبقى يا عمده. احلى مصر في الدنيا واحلى حظ عندنا. ان شاء الله ناخد كاس العالم ورابع يا عمده. لا ما تسمعش قوي يا حظ. خلينا عاملنا باللي ربنا كبير يا عمده. ربنا معانا مع المنتخب ان كله شاء يا الله يا حظ. عمده. انتظرونا 2026. على فكره انت هتخلي صديقة الصمت تنطق. ان شاء الله يا عمده، وعن قريب باذن الله. انا مش قادر، هي مش قادره بإذن تمسك الله. نفسها من الضحك، خلي بالك. انا وهي تيم واحد يا عمده، انت بره عننا. يلا يا حظ هات لي اعلام وامشي انت بقى يلا. اتفضل يا عمده. شكرا. حبيبي يا عمده. شكرا. سلام يا صديقة الصمت. ان شاء الله لنا لقا تاني. يلا حظ اتكل على الله انت بقى يلا. سلام يا عمده. مع تعوز مني السلامة. حاجه؟ مع السلامة. مع يلا. السلامة. يلا حبيبي. بيو يلا بينا نتكلم عن المنتخب شوية، بما انك ليك في الكورة بقى. اهلاوية ولا زملكاوية؟ بيو مصراوية زي بالظبط. احلى حاجة في المنتخب المصري ان هو صعد على يد منتخب عنده غيرة على بلده وبيحب بلده. كابتن حسام وكابتن ابراهيم ليهم مننا كل الشكر والتقدير، واسرة الدهان كلهم بتحييهم على المستوى اللي عملوه ده، واحنا كلنا كمصريين بنحييهم على الانجاز اللي عملوه معانا ده. وانا كعم عماد شخصيا بتكلم من وجهة نظري انا كان من زمان كان نفسي مدرب وطني يمسك منتخب مصر، وده اللي حصل. ان شاء الله ربنا يكرم المنتخب بتاعنا في المونديال ونعمل حاجة تشرف مصر يا رب. وانا معاكي، وتحيا مصر. والدهان ايه؟ واحد بس.